مرحبا يا غوالي، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم بخير. قبل ما نبلش أحداث الحلقة السادسة والخمسين من مسلسل سلمى، لا تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك بالقناة، وخبرونا بالتعليقات شو أكتر مشهد بتتوقعوا يصير بهالحلقة. وهلأ خلونا نبلش ونشوف شو ممكن يصير بالأحداث الجاية. بتبدأ الحلقة لما راجي بيكون رايح يركب سيارته، بس بيتفاجأ بواحد قاعد عليها، ولما بيقرب منه بينصدم إنه هذا الرجل هو جلال. بننتقل لنديم وسلمى قاعدين عم يحكوا عن عرس هيفا، فبيقول نديم: هاي هي هيفا اللي بدها تعطيني الفستان وأنا ما بدي إياه. بترد سلمى: عمي لو كانت فعلا بدها تتجوز كنت أعطيتها الفستان، بس أنت بتعرف إنه هالزواج تمثيلية. ولمين ما بدك تاخد المصاري؟ لحليم ولا لسليم؟ برد نديم وبيقول: معك حق يا بنتي، كلامك مزبوط والله. وبعد شوي بتقول سلمى: نسيت حط الغسيل بالمي. بيقول نديم: والله ما بعرف شو صاير معنا، أول سخان خرب وهلأ الغسالة، بس لا تشغلي بالك رح لاقي حل. بتقله سلمى: تمام عمي، بس هلأ لازم خلص الغسيل وبنشوف شو بنعمل بعدين. هون شادي وجولي بيشوفوا أمهم تعبانة، فدي قرروا يساعدوها بالغسيل. وبنرجع لجلال وراجي. جلال بيقله: خلينا نقعد ونحكي. بيقعدوا وجلال بيسأله بجدية: مين أنت؟ وشو بدك مني؟ وليش جبت الصور على الشركة؟ راجي بيرتبك وجلال بيقله بنبرة حازمة: أنصحك تكون صريح، لأني مثل ما وصلت لعندك قبل بقدر أوصل مرة تانية، بس ساعتها مو أنا اللي بحكي معك. ناس ما بيمزحوا وما بيسألوك مرتين، فجاوبني. بيرد راجي بخوف: ما بعرف شي، بس حبيبتي طلبت مني هيك. بيقول له جلال: حبيبتك؟ مين هي؟ بيقول له راجي: ميرنا بنت حماكة. جلال بسخرية بيقول له: طبعا، ومين غير ميرنا؟ وشو قالت لك؟ بيقول له راجي: قالت لي إنه بدها توصلك بخبر مهم. جلال بيقول له: خلينا هالشي سر بيني وبينك، ما بقدر شوفها لأني بخاطر فيها، بس لازم أتواصل معها وإنت رح تكون الوسيط بيناتنا. وبيكتب له رقم وبيقول له: بس تواصل معي على الرقم، وبيمشي. بهالوقت ميرنا بتكون محتجزة عند رجال رياض بيك، وبيهددها أنها إذا حكت عن جلال رح يصير شي مو منيح، وبيجبرها تتصل بأمها هويدا وتقلها أنه عندها مشروع دراسة وبدها تضل مع رفيقتها. بعد المكالمة بيقرب منها وبيقلها: مين بتحبي أكثر، أمك ولا أبوكي؟ بتستغرب ميرنا وبتقله: ليش عم تسأل؟ بيشغل شاشتين، واحدة فيها أمها بالسوق والتانية فيها نديم، فبتنصدم وبتصرخ: ليش عم تعملوا هيك؟ بيقلها: اختاري، مين بدك يعيش؟ بهاللحظة راجي بيتصل بميرنا، بس الموبايل بإيد الرجال، وبيقلها: اللي عم يتصل فيكي كان بده يخبرك شي، بس شكله ما رح يلحق. وبيبعت راجي رسالة لميرنا: بدي أحكي معك بموضوع ضروري. رياض بيك بيورجيها الرسالة وبيقلها: جاوبيني، مين بدك يعيش؟ ميرنا بتبكي بتقول: لا تأذيهم، أنا ما رح أحكي شي، بس ابعدون عن الأذى. وبيتركها وبيمشي، وهي بتحاول تهرب من المستودع، بس ما في مخرج، فبتفقد الأمل. وبنرجع للأطفال. جولي بتطلع فستان وبتقول لشادي: رح ألبس هذا الفستان. بيقول لها شادي: وأنا بدي بدلة مثل العريس. بترد جولي: ماما ما عندها مصاري هلا، لازم نصبر. بس نديم بيسمع وبيقول له: رح خيط لك بدلة بإيدي، أحلى بدلة عرس يا بطل. بعدين بيقلها: بنتي، في شي لازم قلك إياه، أنا وإمك رح ننفصل. بتنصدم سلمى: شو بعد كل هالسنين؟ بيقلها: إمك طلبت الطلاق وأنا وافقت، ما عاد فينا نكمل. بتقله: رح روح احكي معها. بيقلها: إذا عملتي هيك ما عاد تشوفيني. بتقله: طيب عمي ما رح احكي. وباليوم التاني ميرنا لسه محتجزة وعم بيشوفوها عبر الشاشات، ورياض بيك بيجبرها تتصل مرة تانية وتعيد نفس الحكي. وبالليل هويدا بتروح على المستشفى لتشوف الدكتورة وفاء، اللي بتقولها أنه ميرنا معها التهاب بالكبد، بس مو خطر، بدها علاج شهر. أما حالة سلمى عم بتسوء ولازم متبرع جديد. بتذكر هويدا أنه ممكن يكون لسلمى أخت من علاقة قديمة لأبوها، وبتقول: لو ما كانت حياة بنتي بخطر ما كنت ذكرت هالموضوع أبدا، بس لازم جرب. سلمى بتروح لعند هويدا ما بتلاقيها، فبتستناها لبين ما ترجع من المستشفى. بتقلها هويدا مبتسمة: أهلا سلمى، ليش ما قلتي إنك جاي؟ بتقلها: جاي احكي معك بخصوص عمي نديم. بتقلها: فوتي لجوا، مو حلو نحكي على الباب. بتقلها: ما بدي اشوف ميرنا مشان ما يصير توتر. بتقلها: لا تشغلي بالك، ميرنا مو بالبيت. بيدخلوا لجوا وبتقول سلمى: امي، شو قصة الطلاق بينك وبين عمي نديم؟ ما فهمت السبب بعد هالعمر. بترد هويدا: صحيح، وكلف المحامي يبلش بالإجراءات. سلمى بتحاول تقنعها تتراجع، بس ما بتقتنع. بتقلها: إذا مو عشاني اعمليها عشان ميرنا، مو ناقصها وجع. بترد هويدا:
شو هالحكي؟ انت وميرنا بقلبي مثل بعض. سلمى بتبتسم وبتقولها بس وعديني ما تسرعي بالقرار. بتقولها بوعدك يا بنتي. سلمى بترجع وبتحكي لعمها بس ما بتوصل لنتيجة، وبيغير الحديث بيقولها اليوم التقينا هادي وهيفا ودعيناهم على العرس وقالوا رح يجوا. وبنهاية الحلقة راجي بيضل قلقان على ميرنا وبيروح لعند هويدا ليطمن. بتفتح له الباب وبتقول له اتفضل راجي. بيقول خالتي بدي احكي معك شوي. بيقعد وبيقول ما بدي خوفك بس حاسس انه ميرنا بخطر او في حدا محتجزها. بتضحك هويدا وبتقول له مين ممكن يعمل هيك؟ بيقلها سألت رفيقتها وطلعت ما كانت عندها وما في شيء اسمه مشروع دراسة، يمكن لازم نخبر الشرطة. وفجأة بتطلع ميرنا من غرفتها وبتقول راجي انت هون؟ بينصدم بيقول آسف خالتي، شكلي كنت متوتر، حكيت كلام بلا معنى. وبيطلع بسرعة من البيت. وهون بتنتهي أحداث الحلقة. لا تنسوا تكتبوا لنا بالتعليقات وهل ممكن تنكشف حقيقة ميرنا قريبا. نشوفكم بالحلقات الجاية، دمتم بخير. مرحبا يا غوالي، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم بخير. قبل ما نبلش أحداث الحلقة السادسة والخمسين من مسلسل سلمى، لا تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك بالقناة، وخبرونا بالتعليقات شو أكتر مشهد بتتوقعوا يصير بهالحلقة. وهلأ خلونا نبلش ونشوف شو ممكن يصير بالأحداث الجاية. بتبدأ الحلقة لما راجي بيكون رايح يركب سيارته، بس بيتفاجأ بواحد قاعد عليها، ولما بيقرب منه بينصدم إنه هذا الرجل هو جلال. بننتقل لنديم وسلمى قاعدين عم يحكوا عن عرس هيفا، فبيقول نديم هاي هي هيفا اللي بدها تعطيني الفستان وأنا ما بدي إياه. بترد سلمى عمي لو كانت فعلا بدها تتجوز كنت أعطيتها الفستان، بس أنت بتعرف إنه هالزواج تمثيلية. ولمين ما بدك تاخد المصاري؟ لحليم ولا لسليم؟ برد نديم وبيقول معك حق يا بنتي، كلامك مزبوط والله. وبعد شوي بتقول سلمى نسيت حط الغسيل بالمي. بيقول نديم والله ما بعرف شو صاير معنا، أول سخان خرب وهلأ الغسالة، بس لا تشغلي بالك رح لاقي حل. بتقله سلمى تمام عمي، بس هلأ لازم خلص الغسيل وبنشوف شو بنعمل بعدين. هون شادي وجولي بيشوفوا أمهم تعبانة فدي قرروا يساعدوها بالغسيل. وبنرجع لجلال وراجي. جلال بيقله خلينا نقعد ونحكي. بيقعدوا وجلال بيسأله بجدية مين أنت وشو بدك مني وليش جبت الصور على الشركة؟ راجي بيرتبك وجلال بيقله بنبرة حازمة أنصحك تكون صريح، لأني مثل ما وصلت لعندك قبل بقدر أوصل مرة تانية، بس ساعتها مو أنا اللي بحكي معك. ناس ما بيمزحوا وما بيسألوك مرتين، فجاوبني. بيرد راجي بخوف ما بعرف شي، بس حبيبتي طلبت مني هيك. بيقول له جلال حبيبتك مين هي؟ بيقول له راجي ميرنا بنت حماكة. جلال بسخري بيقول له طبعا، ومين غير ميرنا؟ وشو قالت لك؟ بيقول له راجي قالت لي انه بدها توصلك بخبر مهم. جلال بيقول له خلين هالشي سر بيني وبينك، ما بقدر شوفها لاني بخاطر فيها، بس لازم اتواصل معها وانت رح تكون الوسيط بيناتنا. وبيكتب له رقم وبيقول له بس تواصل معي على الرقم وبيمشي. بهالوقت ميرنا بتكون محتجزة عند رجال رياض بيك، وبيهددها انها اذا حكت عن جلال رح يصير شي مو منيح، وبيجبرها تتصل بأمها هويدا وتقلها انه عندها مشروع دراسة وبدها تضل مع رفيقتها. بعد المكالمة بيقرب منها وبيقلها مين بتحبي أكثر، أمك ولا أبوكي؟ بتستغرب ميرنا وبتقله ليش عم تسأل؟ بيشغل شاشتين، واحدة فيها أمها بالسوق والتانية فيها نديم، فبتنصدم وبتصرخ ليش عم تعملوا هيك؟ بيقلها اختاري مين بدك يعيش. بهاللحظة راجي بيتصل بميرنا بس الموبايل بإيد الرجال، وبيقلها اللي عم يتصل فيكي كان بده يخبرك شي بس شكله ما رح يلحق. وبيبعت راجي رسالة لميرنا بدي أحكي معك بموضوع ضروري. رياض بيك بيورجيها الرسالة وبيقلها جاوبيني مين بدك يعيش؟ ميرنا بتبكي بتقول لا تأذيهم، أنا ما رح أحكي شي، بس ابعدون عن الأذى. وبيتركها وبيمشي وهي بتحاول تهرب من المستودع بس ما في مخرج فبتفقد الأمل. وبنرجع للأطفال. جولي بتطلع فستان وبتقول لشادي رح ألبس هذا الفستان. بيقول لها شادي وأنا بدي بدلة مثل العريس. بترد جولي ماما ما عندها مصاري هلا، لازم نصبر. بس نديم بيسمع وبيقول له رح خيط لك بدلة بإيدي، أحلى بدلة عرس يا بطل. بعدين بيقلها بنتي في شي لازم قلك إياه، أنا وإمك رح ننفصل. بتنصدم سلمى شو بعد كل هالسنين؟ بيقلها إمك طلبت الطلاق وأنا وافقت، ما عاد فينا نكمل. بتقله رح روح احكي معها. بيقلها إذا عملتي هيك ما عاد تشوفيني. بتقله طيب عمي ما رح احكي. وباليوم التاني ميرنا لسه محتجزة وعم بيشوفوها عبر الشاشات.
ورياض بيك بيجبرها تتصل مرة تانية وتعيد نفس الحكي. وبالليل هويدا بتروح على المستشفى لتشوف الدكتورة وفاء اللي بتقولها أنه ميرنا معها التهاب بالكبد بس مو خطر، بدها علاج شهر، أما حالة سلمى عم بتسوء ولازم متبرع جديد. بتتذكر هويدا أنه ممكن يكون لسلمى أخت من علاقة قديمة لأبوها، وبتقول لو ما كانت حياة بنتي بخطر ما كنت ذكرت هالموضوع أبدا، بس لازم جرب. سلمى بتروح لعند هويدا ما بتلاقيها، فبتستناها لبين ما ترجع من المستشفى. بتقلها هويدا مبتسمة أهلا سلمى، ليش ما قلتي إنك جاي؟ بتقلها جاي احكي معك بخصوص عمي نديم. بتقلها فوتي لجوا، مو حلو نحكي على الباب. بتقلها ما بدي اشوف ميرنا مشان ما يصير توتر. بتقلها لا تشغلي بالك، ميرنا مو بالبيت. بيدخلوا لجوا وبتقول سلمى امي شو قصة الطلاق بينك وبين عمي نديم؟ ما فهمت السبب بعد هالعمر. بترد هويدا صحيح، وكلف المحامي بلش بالإجراءات. سلمى بتحاول تقنعها تتراجع بس ما بتقتنع. بتقلها إذا مو عشاني اعمليها عشان ميرنا، مو ناقصها وجع. بترد هويدا شو هالحكي؟ انت وميرنا بقلبي مثل بعض. سلمى بتبتسم وبتقلها بس وعديني ما تسرعي بالقرار. بتقلها بوعدك يا بنتي. سلمى بترجع وبتحكي لعمها بس ما بتوصل لنتيجة، وبيغير الحديث بيقولها اليوم التقينا هادي وهيفا ودعيناهن على العرس وقالوا رح يجوا. وبنهاية الحلقة راجي بيضل قلقان على ميرنا وبيروح لعند هويدا ليطمن. بتفتح له الباب وبتقله اتفضل راجي. بيقول خالتي بدي احكي معك شوي. بيقعد وبيقول ما بدي خوفك، بس حاسس انه ميرنا بخطر او في حدا محتجزها. بتضحك هويدا وبتقله مين ممكن يعمل هيك؟ بيقلها سألت رفيقتها وطلعت ما كانت عندها، وما في شيء اسمه مشروع دراسة، يمكن لازم نخبر الشرطة. وفجأة بتطلع ميرنا من غرفتها وبتقول راجي انت هون؟ بينصدم بيقول آسف خالتي، شكلي كنت متوتر، حكيت كلام بلا معنى. وبيطلع بسرعة من البيت. وهون تنتهي أحداث الحلقة. لا تنسوا تكتبوا لنا بالتعليقات وهل ممكن تنكشف حقيقة ميرنا قريبا. نشوفكم بالحلقات الجاية، دمتم بخير. مرحبا يا غوالي، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم بخير. قبل ما نبلش أحداث الحلقة 56 من مسلسل سلمى، لا تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك بالقناة، وخبرونا بالتعليقات شو أكتر مشهد بتتوقعوا يصير بهالحلقة. وهلأ خلونا نبلش ونشوف شو ممكن يصير بالأحداث الجاية. بتبدأ الحلقة لما راجي بيكون رايح يركب سيارته، بس بيتفاجأ بواحد قاعد عليها، ولما بيقرب منه بينصدم إنه هذا الرجل هو جلال. بننتقل لنديم وسلمى قاعدين عم يحكوا عن عرس هيفا، فبيقول نديم هاي هي هيفا اللي بدها تعطيني الفستان وأنا ما بدي إياه. بترد سلمى عمي لو كانت فعلا بدها تتجوز كنت أعطيتها الفستان، بس أنت بتعرف إنه هالزواج تمثيلية. ولمين ما بدك تاخد المصاري؟ لحليم ولا لسليم؟ برد نديم وبيقول معك حق يا بنتي، كلامك مزبوط والله. وبعد شوي بتقول سلمى نسيت حط الغسيل بالمي. بيقول نديم والله ما بعرف شو صاير معنا، أول سخان خرب وهلأ الغسالة، بس لا تشغلي بالك رح لاقي حل. بتقله سلمى تمام عمي، بس هلأ لازم خلص الغسيل وبنشوف شو بنعمل بعدين. هون شادي وجولي بيشوفوا أمهم تعبانة فدي قرروا يساعدوها بالغسيل. وبنرجع لجلال وراجي. جلال بيقله خلينا نقعد ونحكي. بيقعدوا وجلال بيسأله بجدية مين أنت وشو بدك مني وليش جبت الصور على الشركة؟ راجي بيرتبك وجلال بيقله بنبرة حازمة أنصحك تكون صريح، لأني مثل ما وصلت لعندك قبل بقدر أوصل مرة تانية، بس ساعتها مو أنا اللي بحكي معك، ناس ما بيمزحوا وما بيسألوك مرتين، فجاوبني. بيرد راجي بخوف ما بعرف شي، بس حبيبتي طلبت مني هيك. بيقول له جلال حبيبتك مين هي؟ بيقول له راجي ميرنا بنت حماكة. جلال بسخري بيقول له طبعا، ومين غير ميرنا؟ وشو قالت لك؟ بيقول له راجي قالت لي انه بدها توصلك بخبر مهم. جلال بيقول له خلين هالشي سر بيني وبينك، ما بقدر شوفها لاني بخاطر فيها، بس لازم اتواصل معها وانت رح تكون الوسيط بيناتنا. وبيكتب له رقم وبيقول له بس تواصل معي على الرقم وبيمشي. بهالوقت ميرنا بتكون محتجزة عند رجال رياض بيك، وبيهددها انها اذا حكت عن جلال رح يصير شي مو منيح، وبيجبرها تتصل بأمها هويدا وتقلها انه عندها مشروع دراسة وبدها تضل مع رفيقتها. بعد المكالمة بيقرب منها وبيقلها مين بتحبي أكثر، أمك ولا أبوكي؟ بتستغرب ميرنا وبتقله ليش عم تسأل؟ بيشغل شاشتين، واحدة فيها أمها بالسوق والتانية فيها نديم، فبتنصدم وبتصرخ ليش عم تعملوا هيك؟ بيقلها اختاري مين بدك يعيش.
بهاللحظة راجي بيتصل بميرنا، بس الموبايل بإيد الرجال، وبيقلها اللي عم يتصل فيكي كان بده يخبرك شي، بس شكله ما رح يلحق. وبيبعت راجي رسالة لميرنا: بدي أحكي معك بموضوع ضروري. رياض بيك بيورجيها الرسالة وبيقلها: جاوبيني، مين بدك يعيش؟ ميرنا بتبكي وبتقول: لا تأذيهم، أنا ما رح أحكي شي، بس ابعدون عن الأذى. وبيتركها وبيمشي، وهي بتحاول تهرب من المستودع، بس ما في مخرج، فبتفقد الأمل. ومنرجع للأطفال. جولي بتطلع فستان وبتقول لشادي: رح ألبس هذا الفستان. بيقول لها شادي: وأنا بدي بدلة مثل العريس. بترد جولي: ماما ما عندها مصاري هلا، لازم نصبر. بس نديم بيسمع وبيقول له: رح خيط لك بدلة بإيدي، أحلى بدلة عرس يا بطل. بعدين بيقلها: بنتي، في شي لازم أقلك إياه، أنا وإمك رح ننفصل. بتنصدم سلمى: شو بعد كل هالسنين؟ بيقلها: إمك طلبت الطلاق وأنا وافقت، ما عاد فينا نكمل. بتقله: رح روح احكي معها. بيقلها: إذا عملتي هيك ما عاد تشوفيني. بتقله: طيب عمي ما رح احكي. وباليوم التاني ميرنا لسه محتجزة وعم بيشوفوها عبر الشاشات، ورياض بيك بيجبرها تتصل مرة تانية وتعيد نفس الحكي. وبالليل هويدا بتروح على المستشفى لتشوف الدكتورة وفاء، اللي بتقولها انه ميرنا معها التهاب بالكبد، بس مو خطر، بدها علاج شهر. اما حالة سلمى عم بتسوء ولازم متبرع جديد. بتتذكر هويدا انه ممكن يكون لسلمى اخت من علاقة قديمة لابوها، وبتقول: لو ما كانت حياة بنتي بخطر ما كنت ذكرت هالموضوع ابدا، بس لازم جرب. سلمى بتروح لعند هويدا ما بتلاقيها، فبتستناها لبين ما ترجع من المستشفى. بتقلها هويدا مبتسمة: أهلا سلمى، ليش ما قلتي إنك جاي؟ بتقلها: جاي أحكي معك بخصوص عمي نديم. بتقلها: فوتي لجوا، مو حلو نحكي على الباب. بتقلها: ما بدي أشوف ميرنا مشان ما يصير توتر. بتقلها: لا تشغلي بالك، ميرنا مو بالبيت. بيدخلوا لجوا وبتقول سلمى: أمي، شو قصة الطلاق بينك وبين عمي نديم؟ ما فهمت السبب بعد هالعمر. بترد هويدا: صحيح، وكلف المحامي يبلش بالإجراءات. سلمى بتحاول تقنعها تتراجع، بس ما بتقتنع. بتقلها: إذا مو عشاني اعمليها عشان ميرنا، مو ناقصها وجع. بترد هويدا: شو هالحكي؟ انت وميرنا بقلبي مثل بعض. سلمى بتبتسم وبتقلها: بس وعديني ما تسرعي بالقرار. بتقلها: بوعدك يا بنتي. سلمى بترجع وبتحكي لعمها، بس ما بتوصل لنتيجة. وبيغير الحديث بيقلها: اليوم التقينا هادي وهيفا ودعيناهن على العرس وقالوا رح يجوا. وبنهاية الحلقة راجي بيضل قلقان على ميرنا، وبيروح لعند هويدا ليطمن. بتفتح له الباب وبتقله: اتفضل راجي. بيقول: خالتي بدي احكي معك شوي. بيقعد وبيقول: ما بدي خوفك، بس حاسس انه ميرنا بخطر او في حدا محتجزها. بتضحك هويدا وبتقله: مين ممكن يعمل هيك؟ بيقلها: سألت رفيقتها وطلعت ما كانت عندها، وما في شيء اسمه مشروع دراسة، يمكن لازم نخبر الشرطة. وفجأة بتطلع ميرنا من غرفتها وبتقول: راجي انت هون؟ بينصدم بيقول: آسف خالتي، شكلي كنت متوتر، حكيت كلام بلا معنى. وبيطلع بسرعة من البيت. وهون تنتهي أحداث الحلقة. لا تنسوا تكتبوا لنا بالتعليقات وهل ممكن تنكشف حقيقة ميرنا قريبا. نشوفكم بالحلقات الجاية، دمتم بخير. مرحبا يا غوالي، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم بخير. قبل ما نبلش أحداث الحلقة 56 من مسلسل سلمى، لا تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك بالقناة، وخبرونا بالتعليقات شو أكتر مشهد بتتوقعوا يصير بهالحلقة. وهلأ خلونا نبلش ونشوف شو ممكن يصير بالأحداث الجاية. بتبدأ الحلقة لما راجي بيكون رايح يركب سيارته، بس بيتفاجأ بواحد قاعد عليها، ولما بيقرب منه بينصدم إنه هذا الرجل هو جلال. بننتقل لنديم وسلمى قاعدين عم يحكوا عن عرس هيفا، فبيقول نديم: هاي هي هيفا اللي بدها تعطيني الفستان وأنا ما بدي إياه. بترد سلمى: عمي لو كانت فعلا بدها تتجوز كنت أعطيتها الفستان، بس أنت بتعرف إنه هالزواج تمثيلية. ولمين ما بدك تاخد المصاري؟ لحليم ولا لسليم؟ برد نديم وبيقول: معك حق يا بنتي، كلامك مزبوط والله. وبعد شوي بتقول سلمى: نسيت حط الغسيل بالمي. بيقول نديم: والله ما بعرف شو صاير معنا، أول سخان خرب وهلأ الغسالة، بس لا تشغلي بالك رح لاقي حل. بتقله سلمى: تمام عمي، بس هلأ لازم خلص الغسيل وبنشوف شو بنعمل بعدين. هون شادي وجولي بيشوفوا أمهم تعبانة، فدي قرروا يساعدوها بالغسيل. وبنرجع لجلال وراجي. جلال بيقله: خلينا نقعد ونحكي. بيقعدوا وجلال بيسأله بجدية: مين أنت؟ وشو بدك مني؟ وليش جبت الصور على الشركة؟ راجي بيرتبك وجلال بيقله بنبرة حازمة:
أنصحك تكون صريح، لأني مثل ما وصلت لعندك قبل بقدر أوصل مرة تانية، بس ساعتها مو أنا اللي بحكي معك. ناس ما بيمزحوا وما بيسألوك مرتين. فجاوبني. بيرد راجي بخوف: ما بعرف شي، بس حبيبتي طلبت مني هيك. بيقول له جلال: حبيبتك مين هي؟ بيقول له راجي: ميرنا بنت حماكة. جلال بسخرية بيقول له: طبعا، ومين غير ميرنا؟ وشو قالت لك؟ بيقول له راجي: قالت لي إنه بدها توصلك بخبر مهم. جلال بيقول له: خلينا هالشي سر بيني وبينك، ما بقدر شوفها لأني بخاطر فيها، بس لازم أتواصل معها وإنت رح تكون الوسيط بيناتنا. وبيكتب له رقم وبيقول له: بس تواصل معي على الرقم، وبيمشي. بهالوقت ميرنا بتكون محتجزة عند رجال رياض بيك، وبيهددها إنها إذا حكت عن جلال رح يصير شي مو منيح، وبيجبرها تتصل بأمها هويدا وتقلها أنه عندها مشروع دراسة وبدها تضل مع رفيقتها. بعد المكالمة بيقرب منها وبيقلها: مين بتحبي أكثر، أمك ولا أبوكي؟ بتستغرب ميرنا وبتقله: ليش عم تسأل؟ بيشغل شاشتين، واحدة فيها أمها بالسوق والتانية فيها نديم، فبتنصدم وبتصرخ: ليش عم تعملوا هيك؟ بيقلها: اختاري، مين بدك يعيش؟ بهاللحظة راجي بيتصل بميرنا، بس الموبايل بإيد الرجال، وبيقلها: اللي عم يتصل فيكي كان بده يخبرك شي، بس شكله ما رح يلحق. وبيبعت راجي رسالة لميرنا: بدي أحكي معك بموضوع ضروري. رياض بيك بيورجيها الرسالة وبيقلها: جاوبيني، مين بدك يعيش؟ ميرنا بتبكي بتقول: لا تأذيهم، أنا ما رح أحكي شي، بس ابعدون عن الأذى. وبيتركها وبيمشي، وهي بتحاول تهرب من المستودع، بس ما في مخرج، فبتفقد الأمل. ومنرجع للأطفال. جولي بتطلع فستان وبتقول لشادي: رح ألبس هذا الفستان. بيقول لها شادي: وأنا بدي بدلة مثل العريس. بترد جولي: ماما ما عندها مصاري هلا، لازم نصبر. بس نديم بيسمع وبيقول له: رح خيط لك بدلة بإيدي، أحلى بدلة عرس يا بطل. بعدين بيقلها: بنتي، في شي لازم قلك إياه، أنا وإمك رح ننفصل. بتنصدم سلمى: شو بعد كل هالسنين؟ بيقلها: إمك طلبت الطلاق وأنا وافقت، ما عاد فينا نكمل. بتقله: رح روح احكي معها. بيقلها: إذا عملتي هيك ما عاد تشوفيني. بتقله: طيب عمي، ما رح احكي. وباليوم التاني ميرنا لسه محتجزة وعم بيشوفوها عبر الشاشات، ورياض بيك بيجبرها تتصل مرة تانية وتعيد نفس الحكي. وبالليل هويدا بتروح على المستشفى لتشوف الدكتورة وفاء، اللي بتقولها أنه ميرنا معها التهاب بالكبد، بس مو خطر، بدها علاج شهر. أما حالة سلمى عم بتسوء ولازم متبرع جديد. بتتذكر هويدا أنه ممكن يكون لسلمى أخت من علاقة قديمة لأبوها، وبتقول: لو ما كانت حياة بنتي بخطر ما كنت ذكرت هالموضوع أبدا، بس لازم جرب. سلمى بتروح لعند هويدا ما بتلاقيها، فبتستناها لبين ما ترجع من المستشفى. بتقلها هويدا مبتسمة: أهلا سلمى، ليش ما قلتي إنك جاي؟ بتقلها: جاي احكي معك بخصوص عمي نديم. بتقلها: فوتي لجوا، مو حلو نحكي على الباب. بتقلها: ما بدي اشوف ميرنا مشان ما يصير توتر. بتقلها: لا تشغلي بالك، ميرنا مو بالبيت. بيدخلوا لجوا وبتقول سلمى: امي، شو قصة الطلاق بينك وبين عمي نديم؟ ما فهمت السبب بعد هالعمر. بترد هويدا: صحيح، وكلف المحامي بلش بالإجراءات. سلمى بتحاول تقنعها تتراجع، بس ما بتقتنع. بتقلها: إذا مو عشاني اعمليها عشان ميرنا، مو ناقصها وجع. بترد هويدا: شو هالحكي؟ انت وميرنا بقلبي مثل بعض. سلمى بتبتسم وبتقلها: بس وعديني ما تسرعي بالقرار. بتقلها: بوعدك يا بنتي. سلمى بترجع وبتحكي لعمها، بس ما بتوصل لنتيجة. وبيغير الحديث بيقلها: اليوم التقينا هادي وهيفا ودعيناهم على العرس وقالوا رح يجوا. وبنهاية الحلقة راجي بيضل قلقان على ميرنا، وبيروح لعند هويدا ليطمن. بتفتح له الباب وبتقله: اتفضل راجي. بيقول: خالتي، بدي احكي معك شوي. بيقعد وبيقول: ما بدي خوفك، بس حاسس انه ميرنا بخطر او في حدا محتجزها. بتضحك هويدا وبتقله: مين ممكن يعمل هيك؟ بيقلها: سألت رفيقتها وطلعت ما كانت عندها، وما في شيء اسمه مشروع دراسة، يمكن لازم نخبر الشرطة. وفجأة بتطلع ميرنا من غرفتها وبتقول: راجي، انت هون؟ بينصدم بيقول: آسف خالتي، شكلي كنت متوتر، حكيت كلام بلا معنى. وبيطلع بسرعة من البيت. وهون تنتهي أحداث الحلقة. لا تنسوا تكتبوا لنا بالتعليقات، وهل ممكن تنكشف حقيقة ميرنا قريبا؟ نشوفكم بالحلقات الجاية، دمتم بخير. مرحبا يا غوالي، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم بخير. قبل ما نبلش أحداث الحلقة 56 من مسلسل سلمى، لا تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك بالقناة، وخبرونا بالتعليقات شو أكتر مشهد بتتوقعوا يصير بهالحلقة.
وهلأ خلونا نبلش ونشوف شو ممكن يصير بالأحداث الجاية. بتبدأ الحلقة لما راجي بيكون رايح يركب سيارته، بس بيتفاجأ بواحد قاعد عليها، ولما بيقرب منه بينصدم إنه هذا الرجل هو جلال. بننتقل لنديم وسلمى قاعدين عم يحكوا عن عرس هيفا، فبيقول نديم: هاي هي هيفا اللي بدها تعطيني الفستان وأنا ما بدي إياه. بترد سلمى: عمي لو كانت فعلا بدها تتجوز كنت أعطيتها الفستان، بس أنت بتعرف إنه هالزواج تمثيلية. ولمين ما بدك تاخد المصاري؟ لحليم ولا لسليم؟ برد نديم وبيقول: معك حق يا بنتي، كلامك مزبوط والله. وبعد شوي بتقول سلمى: نسيت حط الغسيل بالمي. بيقول نديم: والله ما بعرف شو صاير معنا، أول سخان خرب وهلأ الغسالة، بس لا تشغلي بالك رح لاقي حل. بتقله سلمى: تمام عمي، بس هلأ لازم خلص الغسيل وبنشوف شو بنعمل بعدين. هون شادي وجولي بيشوفوا أمهم تعبانة، فده قرروا يساعدوها بالغسيل. وبنرجع لجلال وراجي. جلال بيقله: خلينا نقعد ونحكي. بيقعدوا وجلال بيسأله بجدية: مين أنت وشو بدك مني وليش جبت الصور على الشركة؟ راجي بيرتبك وجلال بيقله بنبرة حازمة: أنصحك تكون صريح، لأني مثل ما وصلت لعندك قبل بقدر أوصل مرة تانية، بس ساعتها مو أنا اللي بحكي معك. ناس ما بيمزحوا وما بيسألوك مرتين، فجاوبني. بيرد راجي بخوف: ما بعرف شي، بس حبيبتي طلبت مني هيك. بيقول له جلال: حبيبتك مين هي؟ بيقول له راجي: ميرنا بنت حماكة. جلال بسخرية بيقول له: طبعا، ومين غير ميرنا؟ وشو قالت لك؟ بيقول له راجي: قالت لي إنه بدها توصلك بخبر مهم. جلال بيقول له: خلينا هالشي سر بيني وبينك، ما بقدر شوفها لأني بخاطر فيها، بس لازم أتواصل معها وإنت رح تكون الوسيط بيناتنا. وبيكتب له رقم وبيقول له: بس تواصل معي على الرقم، وبيمشي. بهالوقت ميرنا بتكون محتجزة عند رجال رياض بيك، وبيهددها إنها إذا حكت عن جلال رح يصير شي مو منيح، وبيجبرها تتصل بأمها هويدا وتقلها أنه عندها مشروع دراسة وبدها تضل مع رفيقتها. بعد المكالمة بيقرب منها وبيقلها: مين بتحبي أكثر، أمك ولا أبوكي؟ بتستغرب ميرنا وبتقله: ليش عم تسأل؟ بيشغل شاشتين، واحدة فيها أمها بالسوق والتانية فيها نديم، فبتنصدم وبتصرخ: ليش عم تعملوا هيك؟ بيقلها: اختاري مين بدك يعيش. بهاللحظة راجي بيتصل بميرنا، بس الموبايل بإيد الرجال، وبيقلها: اللي عم يتصل فيكي كان بده يخبرك شي، بس شكله ما رح يلحق. وبيبعت راجي رسالة لميرنا: بدي أحكي معك بموضوع ضروري. رياض بيك بيورجيها الرسالة وبيقلها: جاوبيني مين بدك يعيش. ميرنا بتبكي بتقول: لا تأذيهم، أنا ما رح أحكي شي، بس ابعدون عن الأذى. وبيتركها وبيمشي، وهي بتحاول تهرب من المستودع بس ما في مخرج، فبتفقد الأمل. ومنرجع للأطفال. جولي بتطلع فستان وبتقول لشادي: رح ألبس هذا الفستان. بيقول لها شادي: وأنا بدي بدلة مثل العريس. بترد جولي: ماما ما عندها مصاري هلا، لازم نصبر. بس نديم بيسمع وبيقول له: رح خيط لك بدلة بإيدي، أحلى بدلة عرس يا بطل. بعدين بيقلها: بنتي في شي لازم قلك إياه، أنا وإمك رح ننفصل. بتنصدم سلمى: شو بعد كل هالسنين؟ بيقلها: إمك طلبت الطلاق وأنا وافقت، ما عاد فينا نكمل. بتقله: رح روح احكي معها. بيقلها: إذا عملتي هيك ما عاد تشوفيني. بتقله: طيب عمي ما رح احكي. وباليوم التاني ميرنا لسه محتجزة وعم بيشوفوها عبر الشاشات، ورياض بيك بيجبرها تتصل مرة تانية وتعيد نفس الحكي. وبالليل هويدا بتروح على المستشفى لتشوف الدكتورة وفاء اللي بتقولها أنه ميرنا معها التهاب بالكبد، بس مو خطر، بدها علاج شهر. أما حالة سلمى عم بتسوء ولازم متبرع جديد. بتتذكر هويدا أنه ممكن يكون لسلمى أخت من علاقة قديمة لأبوها، وبتقول: لو ما كانت حياة بنتي بخطر ما كنت ذكرت هالموضوع أبدا، بس لازم جرب. سلمى بتروح لعند هويدا ما بتلاقيها، فبتستناها لبين ما ترجع من المستشفى. بتقلها هويدا مبتسمة: أهلا سلمى، ليش ما قلتي إنك جاي؟ بتقلها: جاي احكي معك بخصوص عمي نديم. بتقلها: فوتي لجوا، مو حلو نحكي على الباب. بتقلها: ما بدي اشوف ميرنا مشان ما يصير توتر. بتقلها: لا تشغلي بالك، ميرنا مو بالبيت. بيدخلوا لجوا وبتقول سلمى: امي شو قصة الطلاق بينك وبين عمي نديم؟ ما فهمت السبب بعد هالعمر. بترد هويدا: صحيح، وكلف المحامي يبلش بالإجراءات. سلمى بتحاول تقنعها تتراجع بس ما بتقتنع. بتقلها: إذا مو عشاني اعمليها عشان ميرنا، مو ناقصها وجع. بترد هويدا: شو هالحكي؟ انت وميرنا بقلبي مثل بعض. سلمى بتبتسم وبتقلها: بس وعديني ما تسرعي بالقرار. بتقلها: بوعدك يا بنتي. سلمى بترجع وبتحكي لعمها بس ما بتوصل لنتيجة، وبيغير الحديث بيقلها:
اليوم التقينا هادي وهيفا ودعيناهم على العرس وقالوا رح يجوا. وبنهاية الحلقة راجي بيضل قلقان على ميرنا وبيروح لعند هويدا ليطمن. بتفتح له الباب وبتقول له اتفضل راجي. بيقول خالتي بدي أحكي معك شوي. بيقعد وبيقول ما بدي خوفك، بس حاسس إنه ميرنا بخطر أو في حدا محتجزها. بتضحك هويدا وبتقول له مين ممكن يعمل هيك؟ بيقلها سألت رفيقتها وطلعت ما كانت عندها، وما في شيء اسمه مشروع دراسة، يمكن لازم نخبر الشرطة. وفجأة بتطلع ميرنا من غرفتها وبتقول راجي انت هون؟ بينصدم بيقول آسف خالتي، شكلي كنت متوتر، حكيت كلام بلا معنى. وبيطلع بسرعة من البيت. وهون بتنتهي أحداث الحلقة. لا تنسوا تكتبوا لنا بالتعليقات وهل ممكن تنكشف حقيقة ميرنا قريبا. نشوفكم بالحلقات الجاية، دمتم بخير. مرحبا يا غوالي، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم بخير. قبل ما نبلش أحداث الحلقة 56 من مسلسل سلمى، لا تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك بالقناة، وخبرونا بالتعليقات شو أكتر مشهد بتتوقعوا يصير بهالحلقة. وهلأ خلونا نبلش ونشوف شو ممكن يصير بالأحداث الجاية. بتبدأ الحلقة لما راجي بيكون رايح يركب سيارته، بس بيتفاجأ بواحد قاعد عليها، ولما بيقرب منه بينصدم إنه هذا الرجل هو جلال. بننتقل لنديم وسلمى قاعدين عم يحكوا عن عرس هيفا، فبيقول نديم هاي هي هيفا اللي بدها تعطيني الفستان وأنا ما بدي إياه. بترد سلمى عمي لو كانت فعلا بدها تتجوز كنت أعطيتها الفستان، بس أنت بتعرف إنه هالزواج تمثيلية. ولمين ما بدك تاخد المصاري؟ لحليم ولا لسليم؟ برد نديم وبيقول معك حق يا بنتي، كلامك مزبوط والله. وبعد شوي بتقول سلمى نسيت حط الغسيل بالمي. بيقول نديم والله ما بعرف شو صاير معنا، أول سخان خرب وهلأ الغسالة، بس لا تشغلي بالك رح لاقي حل. بتقول له سلمى تمام عمي، بس هلأ لازم خلص الغسيل وبنشوف شو بنعمل بعدين. هون شادي وجولي بيشوفوا أمهم تعبانة فدي قرروا يساعدوها بالغسيل. وبنرجع لجلال وراجي. جلال بيقول له خلينا نقعد ونحكي. بيقعدوا وجلال بيسأله بجدية مين أنت وشو بدك مني وليش جبت الصور على الشركة؟ راجي بيرتبك وجلال بيقول له بنبرة حازمة أنصحك تكون صريح، لأني مثل ما وصلت لعندك قبل بقدر أوصل مرة تانية، بس ساعتها مو أنا اللي بحكي معك. ناس ما بيمزحوا وما بيسألوك مرتين، فجاوبني. بيرد راجي بخوف ما بعرف شي، بس حبيبتي طلبت مني هيك. بيقول له جلال حبيبتك مين هي؟ بيقول له راجي ميرنا بنت حماكة. جلال بسخرية بيقول له طبعا، ومين غير ميرنا؟ وشو قالت لك؟ بيقول له راجي قالت لي إنه بدها توصلك بخبر مهم. جلال بيقول له خلين هالشي سر بيني وبينك، ما بقدر شوفها لأني بخاطر فيها، بس لازم أتواصل معها وإنت رح تكون الوسيط بيناتنا. وبيكتب له رقم وبيقول له بس تواصل معي على الرقم وبيمشي. بهالوقت ميرنا بتكون محتجزة عند رجال رياض بيك، وبيهددها أنها إذا حكت عن جلال رح يصير شي مو منيح، وبيجبرها تتصل بأمها هويدا وتقلها أنه عندها مشروع دراسة وبدها تضل مع رفيقتها. بعد المكالمة بيقرب منها وبيقلها مين بتحبي أكثر، أمك ولا أبوكي؟ بتستغرب ميرنا وبتقله ليش عم تسأل؟ بيشغل شاشتين، واحدة فيها أمها بالسوق والتانية فيها نديم، فبتنصدم وبتصرخ ليش عم تعملوا هيك؟ بيقلها اختاري مين بدك يعيش. بهاللحظة راجي بيتصل بميرنا بس الموبايل بإيد الرجال، وبيقلها اللي عم يتصل فيكي كان بده يخبرك شي بس شكله ما رح يلحق. وبيبعت راجي رسالة لميرنا بدي أحكي معك بموضوع ضروري. رياض بيك بيورجيها الرسالة وبيقلها جاوبيني مين بدك يعيش؟ ميرنا بتبكي بتقول لا تأذيهم، أنا ما رح أحكي شي، بس ابعدون عن الأذى. وبيتركها وبيمشي وهي بتحاول تهرب من المستودع بس ما في مخرج فبتفقد الأمل. ومنرجع للأطفال. جولي بتطلع فستان وبتقول لشادي رح ألبس هذا الفستان. بيقول لها شادي وأنا بدي بدلة مثل العريس. بترد جولي ماما ما عندها مصاري هلا، لازم نصبر. بس نديم بيسمع وبيقول له رح خيط لك بدلة بإيدي، أحلى بدلة عرس يا بطل. بعدين بيقلها بنتي في شي لازم قلك إياه، أنا وإمك رح ننفصل. بتنصدم سلمى شو بعد كل هالسنين؟ بيقلها إمك طلبت الطلاق وأنا وافقت، ما عاد فينا نكمل. بتقله رح روح احكي معها. بيقلها إذا عملتي هيك ما عاد تشوفيني. بتقله طيب عمي ما رح احكي. وباليوم التاني ميرنا لسه محتجزة وعم بيشوفوها عبر الشاشات، ورياض بيك بيجبرها تتصل مرة تانية وتعيد نفس الحكي. وبالليل هويدا بتروح على المستشفى لتشوف الدكتورة وفاء اللي بتقولها أنه ميرنا معها التهاب بالكبد بس مو خطر، بدها علاج شهر. أما حالة سلمى عم بتسوء
ولازم متبرع جديد. بتتذكر هويدا إنه ممكن يكون لسلمى أخت من علاقة قديمة لأبوها، وبتقول لو ما كانت حياة بنتي بخطر ما كنت ذكرت هالموضوع أبدا، بس لازم جرب. سلمى بتروح لعند هويدا ما بتلاقيها، فبتستناها لبين ما ترجع من المستشفى. بتقلها هويدا مبتسمة أهلا سلمى، ليش ما قلتي إنك جاي؟ بتقلها جاي أحكي معك بخصوص عمي نديم. بتقلها فوتي لجوا، مو حلو نحكي على الباب. بتقلها ما بدي شوف ميرنا مشان ما يصير توتر. بتقلها لا تشغلي بالك، ميرنا مو بالبيت. بيدخلوا لجوا وبتقول سلمى أمي شو قصة الطلاق بينك وبين عمي نديم؟ ما فهمت السبب بعد هالعمر. بترد هويدا صحيح، وكلف المحامي يبلش بالإجراءات. سلمى بتحاول تقنعها تتراجع بس ما بتقتنع. بتقلها إذا مو عشاني اعمليها عشان ميرنا، مو ناقصها وجع. بترد هويدا شو هالحكي؟ انت وميرنا بقلبي مثل بعض. سلمى بتبتسم وبتقلها بس وعديني ما تسرعي بالقرار. بتقلها بوعدك يا بنتي. سلمى بترجع وبتحكي لعمها بس ما بتوصل لنتيجة، وبيغير الحديث بيقولها اليوم التقينا هادي وهيفا ودعيناهن على العرس وقالوا رح يجوا. وبنهاية الحلقة راجي بيضل قلقان على ميرنا وبيروح لعند هويدا ليطمن. بتفتح له الباب وبتقله اتفضل راجي. بيقول خالتي بدي احكي معك شوي. بيقعد وبيقول ما بدي خوفك، بس حاسس انه ميرنا بخطر او في حدا محتجزها. بتضحك هويدا وبتقله مين ممكن يعمل هيك؟ بيقلها سألت رفيقتها وطلعت ما كانت عندها، وما في شيء اسمه مشروع دراسة، يمكن لازم نخبر الشرطة. وفجأة بتطلع ميرنا من غرفتها وبتقول راجي انت هون؟ بينصدم بيقول آسف خالتي، شكلي كنت متوتر، حكيت كلام بلا معنى. وبيطلع بسرعة من البيت. وهون تنتهي أحداث الحلقة. لا تنسوا تكتبوا لنا بالتعليقات وهل ممكن تنكشف حقيقة ميرنا قريبا. نشوفكم بالحلقات الجاية، دمتم بخير.